السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة كوكب النباتات لزراعة الأسطح والزراعة المنزلية والبلكونات. معانا النهاردة فاكهة جميلة جدا، فاكهة آسيوية، فاكهة البابايا أو فاكهة الباباز. ودي شجرة فاكهة بتمتاز ان انا ممكن ازرعها في اي مكان، حتى لو معايا قصيص 20 سنتي في 20 سنتي، سهل ان انا ازرعها في بلكونة او على سطح او في حديقة المنزل، لانها الجذور بتاعتها جذور سطحية، ملهاش جذور بتنزل في اعماق التربة. فممكن اشتغل على اي. شوف انا مزروعة في قصيص قد ايه وهي صغيرة، هي طولها دلوقتي حوالي 80 سنتي وهي في قصيص 10 سنتي وشغالة فيه. فانا النهارده اشتريتها من المشتل بتمن سهل خالص، بحوالي 30 جنيه. وقلت لازم ازرع من فاكهة البابايا او الباباز على السطح عندي، لانها انا عرفت ان هي فاكهة جميلة جدا وشبه مستديمة طول العام، وشبه مستديمة الخضرة طول العام، وانها ما بتاخدش الجذور بتاعتها، ما بتنتشرش وما بتاخدش حيز كبير. فقلت انا لازم ازرع الشجرة دي بقى واشوفها بقى عامله ايه. فروحت المشتل فشفتها وعجبتني وجبتها بالقصيص اللي هو العشرة الصغير ده. وقلت بقى انا اشوف لها ايه، طالما هي ما بتاخدش الجذور بتاعتها، بتبقى افقيه مش عموديه، فانا اشوف لها قصيص يكون كبير افقي عشان تنتشر في الجذور، ولو ان هي جذورها ضعيفه زي ما انتم شايفين. وانا دلوقتي هجهزها عشان اللي اتحط في القصيص بتاعها طبيعي، ونشوف النمو بتاعها بقى في الايام الجايه هيبقى ازاي. وعشان انقل القصيص العشرة لقصيص كبير بقى، مستديمة، هتبقى مستديمة فيه زي ما انتوا شايفين. دي تربة مختلطة من الرمل، ماشي، من الرمل المباني المغسول كويس ومصفي منه الأملاح وكل حاجة مرة واتنين وتلاتة. ودي تربة سمرة مخلوطة عليه، وأضيف لها السماد الحيواني المتحلل في الآخر طبعا حوالين الحوض بتاع الري، بحيث إن هي تاخد منه كل مدى الغذاء وتسحب منه الغذاء المطلوب، وما يبقاش في الحر الشديد ما يبقاش حمل على النبات. دلوقتي انا بقيس ال10 سنتي هيطلعوا مظبوطين على القصيص ولا لا، ولا هيبقى عالية ولا واطية زي ما حضراتكم شايفين كده. وتمتاز برضو الفاكهة بتاعت البابايا دي، بتمتاز ان هي فيها مجموعة عالية من الفيتامينات، ومفيدة للأمراض السرطانية ومضادة للسرطان، ومفيدة للجهاز العصبي، ومفيدة للجهاز الهضمي. يعني هي لها فوائد كتيرة للجهاز الهضمي والجهاز العصبي وللمناعة بالذات، الأمراض السرطانية. فأنا كده مش هخسر حاجة إن يبقى عندي شجرة بابايا على السطح مع أشجار التوت ومع أشجار الكيميكوات ومع أشجار ياما فاكهة عندي على السطح، ومع أشجار الباشن فروت والدراجون فروت. لازم يبقى كامل المجموعة كلها بأشجار الفواكه. ونقلان أشجار الفواكه من المشتل للمكان الدايم على السطح أو في البلكونة أو في الحديقة لازم بيعوز النقلان بحرفية. يعني ما ينفعش إن أنا أنقل ود مية كتير، ممكن النبات يشبع مني مية وهيموت ويدبل بعد فترة. وما ينفعش إن أنا أجي أنقل النبات والجذور بتاعته تبان، لازم الجذور ما تبانش. فأنا دلوقتي دي في مرحلة التسميد، هحط سماد. ده زبل الحمام المتحلل بقاله فترة طويلة عندي حوالي 6 أشهر. هحاول أدي منه كمية بسيطة بعيد عن الجذور، بعيد عن الجذور، ماشي، حوالين الحوض كده من بعيد لبعيد. وأحاول أخلط السماد العضوي المتحلل، هخلطه بالراحة في التربة طبعا لحد ما يختلط خالص ويبقى بعيد عن الجذور، بحيث ان النبات يسحب منه كل مدى بالراحة، وما يحصلوش صدمة منه ويموت ولا حاجة في الحر الشديد. احنا داخل الشتاء ان شاء الله، وهيبقى محتاج للتسميد ده عشان يسحب منه عناصر غذائية تقويه وتعلي مناعته ضد الأمراض وضد الآفات وكل حاجة.
وكده انا ايه ظبطت خلطت التسميد والتربة. وهتيجي مرحلة الري بعد كده. وفاكهة الباباي طبعا ممكن بتنتج بعد 6 أشهر من الزراعة أو أقل كمان. وفي منها المؤنث وفي منها المذكر، ودي ما بتتعرفش غير بعد فترة بسيطة من الزراعة. أما تيجي بقى تعمل الزهور، إذا كانت هتبقى زهور لها علامات طبعا في الزهور، إذا كانت بتبقى أنثى أو ذكر. والباباي طبعا علامات النضوج بتاعت الثمار اما تصفر طبعا بيبقى فيها بذور الثمرة من جوه، فيها بذور ثمرة ممكن ناخد منها ونزرع بعد كده، نعمل لها عملية استنبات ونزرع منها، ويبقى عندنا اشجار بابايا في على السطح او في الجنينة او في البلكونة، زي بقى ايه ما انت زارع بقى كده. انا ظبطت السماد الحيوان المتحلل، وهبدأ بقى احطها في المكان، اضعها في المكان المناسب عشان اقوم بعملية الري المشبع. بس مش مشبع ان اغرقها برضه، لا، في فرق. مشبع من بعيد لبعيد، يعني انا مش عاوز الجذور بتاعتها اللي هي كانت في 10 سنتي تشبع مية، انا عاوز حواليها بس اللي يشبع مية، تسحب هي من بعيد لبعيد وما يحصلهاش صدمة للجذور، ما يحصلهاش صدمة للجذور. وكده نكون وصلنا مثلا لآخر مراحل نقل شتلة الباباي أو الباباز. ودي تعتبر آخر مرحلة اللي هي مرحلة الري، ولازم أغرق السماد المتحلل طبعا ماشي عشان يختلط بالتربة ويدينا المنافع الكويسة. ويا ريت لو انتوا معظمكم استفاد من المحتوى اللي انا بعمله، يا ريت ما تنسونيش بالدعم والاشتراك والشير والاعجاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.